تستمتع بالحلال الطيب منها شيء، وبين أن تكون همك وشغلك الشاغل الذي يكون على حساب حق ربك عليك، ثم تنصرف عن الرزاق إلى الرزق، وتنصرف عن الخالق إلى الخلق. تلك المعادلة الخاطئة التي يعيش عليها فئام من البشر، عندما تتحول الحياة عندنا في كل شؤونها إلى سعي مادي بحت، وأن تتحول نظرتنا إلى الحياة إلى المال، وأن نقيم كل شيء وزنا في الحياة بالمال، فتصبح الصحبة والعلاقة مرتبطة بالمال، ويصبح تقديرنا للأشخاص والمناصب مرتبطا بالمال، وتصبح نظرتنا لكل شيء من حولنا مرتبطا بالمال. رويدا رويدا يا قوم، ما هكذا هي عيشة الحياة، ولا هكذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدنيا لها قدرها، وهي لا تسوى جناح بعوضة، والعاقل من علم أنها بكل ما فيها لا تسوى شربة ماء، فإن أقبلت عليه عرف كيف يعمل بها، وإن أدبرت عنه عرف كيف يسعى للكفاف، وأن تكون عيشته في قناعة